ده انا وانا بعيد صياغه انتوا ما تعرفوش. خليني احكي من الاول. كده تمام. مامتك تكوني مرتاحه. سنه 2013 مطعم في امريكا كان قرب ان هو يعلن افلاسه بعد ما صرف تقريبا اللي وراه واللي قدامه على الاعلان. اعلانات في كل حته وفي كل مكان، اعلانات على الراديو، اعلانات في التلفزيون، اعلانات في الجرايد وحتى في السوشيال ميديا. ولكن في 2013 السوشيال ميديا ما كانش لها نفس التاثير اللي موجود ليها النهارده. على كل حال ان بعد ما صرف الفلوس دي كلها على الاعلانات اتفضل معاه ميزانيه تكاد تكون معدومه، فقرر ان هو يستغلها على حاجه بسيطه وهي يافطه اعلانيه قريبه من المطعم تكون اخر استثمار ليه في حته الاعلان، ويكتب على اليافطه دي 3 كلمات وسهم واحد: كل باربيكيو اكتر، وسهم بيشير على المطعم. الفكره دي تعتبر اخر امال المطعم في الدعايه، ويمكن تبان لك حركه بدون تاثير، ولكن افاجئك ان بعد ايام بسيطه من تعليق اللوحه دي مبيعات المطعم بتتضاعف، والنهارده بقى واحد من اكبر المطاعم اللي موجوده في امريكا. بس دي مش شبهي خالص. ده اللي قدرت اعمله. اللوحات الإعلانية والملصقات الخارجية بشكل عام واحدة من أقدم وسائل الإعلان في التاريخ تقريبا. أي نعم التركيب بيلعب دور مهم وفعال فيها، ولكن يبقى قلبها هو التصميم. ونظرا إن أنا ما بحبش أعمل أبحاث ورقية، فقررت إن أنا أعمل فيلم توثيقي بتكلم فيه عن الرحلة كلها، عن اللي عملته واللي عرفته في خلال رحلتي في إن أنا أعمل واحد من أهم مشاريع مادة تصميم إعلان 4 بعنوان تصميم الملصق الخارجي. حاجه يمكن تفاجئك، ولكني مش طالب في معهد سينما ولا فنون تطبيقيه قسم سينما. انا عبد الرحمن يسري طالب بكليه الفنون الجميله قسم الجرافيك، مخرج سينمائي. والامر ده مهم هنا لان المشروع اللي هنتكلم عنه اليوم قائم على اخر اعمالي السينمائيه، فيلم الحب اللي كان، واللي مهم جدا انك تشوفه عشان التصميمات معتمده على احداث الفيلم، فتقدر تشوفه من الاي اللي فوق على اليمين او تخش على القناه وتتفرج عليه، وهحط اللينك بتاعه في الديسكربشن او في اول كومنت. حبيتك من أول نظرة وقلبي شاور لك بضحكة، اتمنيت إنك تشوفها على حبك دلتني ندمان، وكتب قلبي إنك أنت علمتني. وسائل الاعلان كتير ومنهم البوستر، والبوستر فيه منه الداخلي والخارجي. على صعيد الخامات بيختلفوا جدا عن بعض، فالبوستر الداخلي كان اطبعه من اي خامات والزقه، لان كده ولا كده هو مش هيواجه التحديات اللي هي لانه في مكان مقفول، مش هيتعرض لنفس الحاجات اللي هيتعرض ليها خد تاني. البوستر الخارجي اللي بيتعرض لرياح وتراب ولو حظه وحش قوي امطار. فالبوستر الخارجي شويه لازم تكون خامته حاجه منضف، مدفوع فيها شويه اعلى ومقاوم للعوامل اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه. ده غير ان هو كمان بيتعرض لاشعه الشمس، فده يعني حاجه بيعني ان الالوان هتبهت اسرع. نحط بقى حته الطباعه والورقه دي على جنب ونيجي لامتع جزء وهو التصميم بالنسبه للبوستر الداخلي ممكن ان انا احط فيه التفاصيل اللي انا عايزها، لان هو مطبوع في مكان مقفول، المتفرج اساسا جاي وواقف على رجليه وعنده مساحه ان هو يقرا ويستوعب اللي موجود، ناهيك ان يمكن اساسا البوستر في مكان متخصص زي مثلا بوستر فيلم في قاعه سينما، فانت هتقف وتتفرج وتقرا اسامي الممثلين، ويمكن حتى تكون مهتم شويه تقرا اسامي العاملين القائمين على العمل، معناها تفاصيل اكتر، فمساحه وجود لحاجات اكتر في البوستر. ولكن البوستر الخارجي التفاصيل اللي فيه بتبقى اقل، لان اللي جاي وبيبص عليه غالبا جاي من حاجه او رايح حاجه وما عندوش وقت ان هو يقف ويقرا التفاصيل اللي مكتوبه على البوستر. وفكره بقى الاشكال والاحجام والاطوال بتاعته كتيره وما بتخلصش، وبتعتمد على انت بتعمل ايه وبتعلن عنه لمين. وحاجه كمان مهمه جدا بالنسبه للبوستر الخارجي هو هيتعرض فين، لان بوستر خارجي موجود على طريق سريع غير بوستر خارجي يمكن بنفس الحجم موجود داخل المدينه، ده هيبقى فيه تصميم وده هيبقى فيه تصميم تاني بناء على المكان بتاع البوستر. ونظرا للمقاسات المختلفه بتاعت البوسترات الخارجيه انا اخترت مقاسين اشتغل عليهم، واحد عرضي بمقاس 48 في 14 قدم، وواحد تاني طولي بمقاس 25 في 24 قدم، بحيث ان دول يكونوا المقاسين الاساسيين اللي انا هشتغل عليهم في البوستر بتاعي. فتحت اللاب وبدات ادور واعمل تغذيه بصريه واشوف امثله، وجربت اخد لقطات من الفيلم وابدا اوظفها. وده التصميم اللي طلعت بيه. يمين حازم بيبص المي اللي على الشمال، وفي النص مشهد لحازم وهو بيعترف بحبه المي، وعنوان الفيلم، والدنيا تمام. ولكن لاحظت مشكله، والمشكله دي غيرت مسار الرحله كلها. عارف لما تتفرج على فيلم وتلاقي كل العناصر بتاعته مربوطه ببعض، بوستر الفيلم مع اللوحات الاعلانيه مع البوسترات، دي حاجه اسمها الهويه البصريه.
وده اللي البوستر بتاعي بيفتقر اليه واللي انا محتاج اعمله في البوستر بتاعي. والهويه البصريه دي مش هتلاقيها في الافلام بس، هتلاقيها في الافلام والاعلانات والشركات وحتى الافراد دلوقتي بقى عندهم هويه بصريه. وعشان كده قررت اعيد البوستر الداخلي الاساسي بتاع الفيلم بمفهوم جديد ومنظور مختلف. بصة في الجفن شفت دمعة اشوطه بالسيف تحط لمعة احسبي الفرق الناس متابعة. ففتحت وبحثت وبدات ادور على امثله وريفرنسات لحد ما جات لي فكره، هو يا ترى الدرج بتاع مي بعد ما العلاقه دي خلصت هيبقى عامل ازاي؟ فقلت ان انا ابدا ابني فكره البوستر على المبدا ده. يا ترى ما بعد العلاقه درج شخصيه زي مي اللي بتجمع الذكريات وبتشيلها هيبقى عامل ازاي؟ وعلشان اشتغل على فكره زي دي كنت محتاج ابدا بالدرج. بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك. حبك شمع في يوم عيدي وطفى الدمع وتنهيدي، كان حبك شمع في يوم عيدي. بعد ما جبت الدرج من عم مجدي بدات احط فيه العناصر اللي عندي واللي حسيت ان ممكن مي فعلا تكون حطيتهم في الدرج بتاعها. مثلا صور ليهم مع بعض، اعلان للاثاث عشان هي كانت مهتمه بده، وكتاب يساعدها تتجاوز العلاقه اللي كانت فيها، ادوات مي في الكليه، شمعه دلاله من المشهد بتاع الغرفه، صورة ليها مع حازم وهي قطعتها دلالة على خروج حازم من حياتها، ورق الوردة الحمراء اللي حازم اداها لها بعد ما اتبهدلت في الدرج. وبعد ما رتبت الدرج زي ما انا عايز صورته وبدأت اشتغل عليه في الفوتوشوب، وهنا السحر ابتدى يحصل. دلوقتي بقى لو جينا نقارن البوستر الجديد بالقديم هنلاحظ فرق كبير قوي ما بين الاثنين. القديم شويه كان متكسر وكل مستطيل كده تحسه لوحده، انما الجديد فيه عناصر وفيه كونسبت جديد ان المشاهد دلوقتي بقى بدأ يربط كل عنصر مع التاني بحيث ان هو يحاول يستوعب هو ايه اللي كان موجود في الصندوق ده. دلوقتي عنوان الفيلم بقى معمول بفونت مميز بتاعه هو لوحده، وفي نفس الوقت ان التوزيع بقت الطف، ودلوقتي بقى عندي شويه هويه مميزه من الورق الممزق والذكريات والحاجات اللي بتتشال من الجرايد، على اعتبار ان دي بقت الهويه الجديده اللي ممكن العب عليها. نقطه برضو محتاجه اوضحها في حته المقارنه دي، هو فكره ان البوستر القديم هو شكله حلو ولكن مش تجاري. يعني انت لو جيت تبص عليه هتقول ده استحاله اشوفه مثلا على سينما، هو شكله حلو ولكن ده استحاله اشوفه في قاعه عرض او في سينما، على عكس الجديد اللي فعلا تحسه موجود في السينما. وبقى عندي طريقه مميزه قوي في التعامل مع الالوان فيما يخص هويه الفيلم، عن طريق ان انا ببهت اغلب الالوان وبنور الاحمر، وبالتوليفه البسيطه دي دلوقتي بقيت اقدر اسحب من البوستر ده واطلع منه سواء لبوسترات او بانرات او كوسترات بهويه واحده تربط كل عناصر الفيلم مع بعض، وده اللي انا كنت عايز اعمله. بما ان الهويه الجديده معتمده على الصور والذكريات، فكرت في كام فكرة انفذهم، ولكن استقريت في النسخة العريضة من اللوحة اني احط نص الصورة المقطوعة بتاعت مي لوحدها وجنبها كلمة الحب اللي، وتحتيها بنفس الحجم لوحة تانية عليها النص المقطوع بتاع حازم على الناحية التانية وجنبه كلمة كان، فبحيث ان يبقى الاعلان متقسم على لوحتين، بيتقاسم الصورة الجماعية اللي كانوا مي وحازم فيها مع بعض وبيتقاسم في نفس الوقت اسم الفيلم، تكون على طريق سريع، فبالتالي التفاصيل اللي فيها لازم تكون قليلة وفي نفس الوقت البيانات اللي عليها واضحة، فاسم الفيلم وصورة الممثلين افترض هيكونوا كفاية. وبالنسبة بقى للبوستر الطولي فقررت ان هو يكون حاجة جوه المدينة من الحاجات اللي بتشوفها وانت ماشي في الشارع دي، فقررت ان انا احط البوستر اللي انا عملته الاخير للفيلم. دلوقتي بالنسبة للمادة المشروع المفروض ان هو خلص، ولكن مش عارف ليه حسيت ان في حاجة ناقصة.
وبس كده. كانت رحلة طويلة من مجرد مشروع لعمل ملصق خارجي لتصميم أو إعادة صياغة البوستر الأساسي، وبعد كده تعمل هوية، وبعد كده تعمل ماكيت. قصة طويلة. سبحان الله، قد تكون اللفة دي هي اللي بتميز الشغل مع فنان عن الشغل مع أي حد في السوق. الشغل مع فنان بيهتم بكل قطعة اسمه هيقترن بيها، فشوية الفنانين بيكونوا مهتمين بأداء التفاصيل، حتى ولو ده معناه إن احنا نعيد صياغة الشغل من الأساس. طالما هيطلع معانا في الآخر بنتيجة كويسة يبقى استحالة نقول لأ. وفي الختام أنا أحب أشكر دكتور حمدي أبو المعاطي، ودكتور منى الوراقي، ودكتور أميرة طناني، ودكتور بسمة شعبان، وكل من أستاذة مي مصطفى، أستاذ محمد أشرف، وأستاذة ياسمين مروان. أنا يمكن ما كنتش بتابع معاهم كلهم، ولكن الأكيد إن أنا خدت آراء أغلبهم في المشروع ده. جزيل الشكر ليهم أساتذة مادة تصميم إعلان 4. وبرضه أحب أشكر الفنان التشكيلي الكبير والدي الغالي مهندس يسري حسن، وزميلتي وصديقتي سحر معتز، وعم مجدي النجار وقطته طماطم على كل الدعم اللي قدموهولي في المشروع ده. وفي الختام أنا عبد الرحمن يسري، وده البرنامج الفني الموسم الثاني بيتذاع هنا على قناة يسري الوثائقية. أشوفكم بخير.